وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال الذين أشركوا مع الله غيره في عبادتهم لو شاء الله أن نعبده وحده ولا نشرك به لما عبدنا أحدا غيره لا نحن ولا آباؤنا من قبلنا، ولو شاء ألا نحرم شيئا ما حرمناه. بمثل هذه الحجة الباطلة قال الكفار السابقون: فما على الرسل إلا التبليغ الواضح لما أمروا بتبليغه، وقد بلغوا، ولا حجة للكفار في الاعتذار بالقدر بعد أن جعل الله لهم مشيئة واختيارا وأرسل إليهم رسله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد بعثنا في كل أمة سابقة رسولا يأمر أمته بأن يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة غيره من الأصنام والشياطين وغيرهم، فكان منهم من وفقه الله فآمن به واتبع ما جاء به رسوله، وكان منهم من كفر بالله وعصى رسوله فلم يوفقه فوجبت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض لتروا بأعينكم كيف كان مصير المكذبين بعدما حل بهم من عذاب وهلاك. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إن تجتهد أيها الرسول بما تستطيع من دعوتك لهؤلاء وتحرص على هدايتهم وتأخذ بأسباب ذلك، فإن الله لا يوفق للهداية من يضله، وليس لهم من دون الله من أحد ينصرهم بدفع العذاب عنهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحلف هؤلاء المكذبون بالبعث مبالغين في حلفهم جاهدين فيه مؤكدين له: لا يبعث الله من يموت، دون أن تكون لهم حجة على ذلك. بلى، سيبعث الله كل من يموت وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله يبعث الموتى فينكرون البعث. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يبعثهم الله جميعا يوم القيامة ليوضح لهم حقيقة ما كانوا يختلفون فيه من التوحيد والبعث والنبوة، وليعلم الكفار أنهم كانوا كاذبين في ادعائهم شركاء مع الله وفي إنكارهم للبعث. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن إذا أردنا إحياء الموتى وبعثهم فلا مانع يمنعنا من ذلك، إنما نقول لشيء إذا أردناه كن فيكون لا محالة.